بعد ما عملنا مع بعض كيكة الحليب الساخن وطلعت تحفة، ايه رأيكم نعمل مع بعض بسبوسة الحليب الساخن؟ ينفع؟ طبعا ينفع. الطريقة سهلة وبسيطة والنتيجة مضمونة 100%. أول حاجة زي ما بنشتغل في الكيكة بالظبط، هنحط كوب ونص سكر وهحط عليهم 2 بيضة. بنحط الفانيليا على البيض ونضربه الأول وبعدين نحط على السكر، وهنبدأ نقلبهم بالمضرب اليدوي أو ممكن نستعمل المضرب الكهربائي حسب المتاح. بعدين هستعمل ثمرة يوسفي، هبشرها الأول وبعدين هستخدم العصير بتاعها على باقي المكونات وأقلب كويس. بعدين هحط كوب من الزبدة سايح بدرجة حرارة الغرفة وأبدأ أضربهم بالمضرب كويس لحد ما يتجانسوا ويبقى القوام كله كريم. بعدين هحط 2 كوب من دقيق السميد الناعم وأقلبهم كويس بالراحة، مش هقلبهم كتير. وبعدين هحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر وأقلبها كويس مع الخليط. هجهز المضرب الكهربائي وبعدين أجيب كوب من اللبن السخن وأضيفه وبعدين أضرب الخليط كويس. أنا هنا بكون مجهز ثمرة موز متقطعة قطع صغيرة ومهروسة، ببدأ أقلبها مع الخليط. هنلاحظ إن الخليط سائل شوية لكن ما تقلقوش، السميد بمجرد ما هيبدأ ياخد سوا هيشرب كل السوائل وهياخد القوام بتاعه. بجهز الصينية أو القالب اللي أنا هخبز فيه، بدهنه بمادة دهنية وبعدين بحط قد مقدار معلقتين من الدقيق السميد وأقلبهم كويس لحد ما يعمل طبقة عازلة. بعدين بحط الخليط وببدأ أسويه كويس عشان المكونات ما تبقاش في مكان عن مكان. بكون مسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة قبلها ب5 دقايق. بعدين بحط الصينية واظبط تايمر لمدة 30 دقيقة. بعد كده ببدأ أتابعها لحد ما تتم سواها. أثناء التسوية بكون مجهز الشربات اللي هسقي بيه البسبوسة. بمجرد ما بتطلع من الفرن بسقيها بشربات دافي أو بدرجة حرارة الغرفة وأغطيها لحد ما تبرد، أو ممكن حتى أسقيها بلبن متحلي وأغطيها برضو لحد ما تبرد. جربوها وقولي رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشكرا لمتابعتكم.